زوايا الذكريات بيطل علينا رمضان كل عام، تطرح الشوارع زينة يملى القلوب بالنور. أهلا بيكم في حكاوي الراوي، هنسمع ونشوف حكايات رمضان عبر العصور. هنسمع حكايات وروايات عن هذا الشهر الكريم من خلال لقائنا مع الراوي إبراهيم بن علي. لو بدينا نحكي عن شهر رمضان، حضرتك هتبدأ من فين؟ الاحتفالات والطقوس الخاصة بشهر رمضان اختلفت على مدار العصور الإسلامية المختلفة. معاوية بن أبي سفيان كان يعني رجل أكول. هنلاقي إن الأكلة دي أو فكرة الكنافة بدأت تظهر من خلال الفترة الأموية، إن أمر الدين نسبة إلى استطلاع هلال رمضان فعرف باسم أمر الدين. يعني الاسم الحقيقي لصلاح الدين هو يوسف بن أيوب، أما لقبه فهو صلاح الدين. فنلاقي مثلا من ضمن الطقوس أنه هو حرم تماما الصلاة في الجامع الأزهر. احنا عندنا طبعا الروايات التاريخية المرتبطة بمدفع رمضان روايتين. الست لو خرجت بالليل كان لابد أن يوجد طفل وغلام يمسك فانوس ويبدأ ينور لها الطريق بالليل. في حاجة في شهر رمضان كان مهمة جدا، ان شهر رمضان في الدولة الفاطمية لم يكن هناك استطلاع لهلال رمضان. مسحراتي بيمر على الشوارع ومر على البيوت. الزينه ديت في ناس تعتقد ان هي مجرد ملمح او مظهر من المظاهر الحديثه، خالص على الاطلاق. كل محل، كل حانوت، كل بيت يتم تعليق فانوس امام الدار.